ما نسميه الآن الديوان، ديوان الصالحين، الأحياء منهم والأموات. عادة يقال الديوان الصالحين على الأحياء عادة. فإذا اجتمعت أنت مع أولياء أهل الزمان مثال، وقد يدخل الموتى من الأولياء في ديوان الأحياء يتصرفون، كما هو الحال يعني في الشيخ سيد عبد القادر قدس الله سره والأكابر يعني الأقطاب يتدخلون حتى في ديوان كل زمان يعني. فإذا اجتمعت روحك بهم تسمى حضرة، ولكنها في اصطلاح أهل التصوف تسمى الديوان، ديوان الصالحين، أي أن مسؤولين عن التصرف وعن شؤون الأحياء يعني الناس الأحياء. هذا الديوان أو هذه الحضرة الصغرى هي خاصة بديوان أهل الأرض الأحياء، وتختلف بدرجات كذلك. يبدأ بالديوان الأكبر وهو ديوان الغوث ومن حوله من الدائرة الخاصة من رجال العدد. رجال ماذا يا سيادة؟ العدد. هؤلاء رجال العدد هم أكابر الأولياء، ابتداء من الغوث وهو قطب الأقطاب، قد يسمى قطب ولكن بشرط أن تقول قطب الأقطاب. ثم من عن يمينه وشماله اثنان وهما الإمامان. ثم 4 الأوتاد شرقا غربا وهكذا على حسب الجهات ال4. ثم 7 الأقطاب، وقد خالف في هذا السيد ابن عربي سماهم الأبدال، وغيرهم من الأولياء عموما يسمونهم الأقطاب ال7. ثم 12 النجباء على اختلاف في التسمية. ثم 40 الأبدال. ثم من بعد 40 هناك من يجعل 70 كذلك عددا. ثم 314 عددا. ثم 124 ألف ولي عددا كذلك. ولكن أهل الديوان الأكبر تحد هنا في 40 اللي هم يجتمعوا لكل أهل الأرض، هؤلاء الأكابر. أما البقية 124 ألف ولي هؤلاء فهم مقسمون في سائر الأرض. هذا الديوان الأكبر، هذه إمارة المؤمنين كما كانت قديما أمير المؤمنين لكل الأرض يعني كل المسلمين يعني. ثم هناك دويلات من هنا وهناك تنتمي إلى دولة الإسلام هكذا. كل بلاد من بلاد الله سبحانه في الأرض لها ديوانها الخاص. الآن عندنا الديوان الأكبر، ثم هناك كل بلاد لها ديوانها. هذا الديوان له قطبه كذلك. وهنا يدخل شوي الخلط عند بعض يعني، لا سيما أصحاب المنامات من يأخذون المسألة لا بالرؤى. يقولك يعني رأيت في المنام فلان قالوا لي بأن سيدي فلان من الأولياء هو قطب الزمان، لعلهم يقصدون قطب أهل تلك البلد وليس قطب الحضرة كاملة يعني، مش قطب الزمان، قطب البلد التي هو فيها. بل يقسمون القطب إلى قطبين: قطب البلاد للسالكين وحدهم وللمجاذيب وحدهم. عندنا كذلك اصطلاح أن فلان هو قطب المجاذيب، يعني المجاذيب فاني عندهم سلكهم الخاص يعني، مش داخلين في إدارة السلك يعني، مش داخلين في العدد دون. نعم، لكل بلاد قطبها، ثم حتى لكل ولاية قطبها. وتبقى تقاسيم، هذه التقاسيم الإدارية في الدواوين واسعة، لا ما لها ضابط يعني معلوم لنجعله قاعدة. ولكن الذي هو قاعدة ونبني عليه في أصول التصوف ما هو؟ أن هناك ديوان كبير وهناك دواوين في كل بلاد. هنا نتوقف. ما نسميه الآن الديوان، ديوان الصالحين، الأحياء منهم والأموات. عادة يقال الديوان الصالحين على الأحياء عادة. فإذا اجتمعت أنت مع أولياء أهل الزمان مثال، وقد يدخل الموتى من الأولياء في ديوان الأحياء يتصرفون، كما هو الحال يعني في الشيخ سيد عبد القادر قدس الله سره والأكابر يعني الأقطاب يتدخلون حتى في ديوان كل زمان يعني. فإذا اجتمعت روحك بهم تسمى حضرة، ولكنها في اصطلاح أهل التصوف تسمى الديوان، ديوان الصالحين، أي أن مسؤولين عن التصرف وعن شؤون الأحياء يعني الناس الأحياء.
هذا الديوان أو هذه الحضرة الصغرى هي خاصة بديوان أهل الأرض الأحياء، وتختلف بدرجات كذلك. يبدأ بالديوان الأكبر وهو ديوان الغوث ومن حوله من الدائرة الخاصة من رجال العدد. رجال ماذا يا سيادة؟ العدد. هؤلاء رجال العدد هم أكابر الأولياء، ابتداء من الغوث وهو قطب الأقطاب، قد يسمى قطب ولكن بشرط أن تقول قطب الأقطاب. ثم من عن يمينه وشماله اثنان وهما الإمامان. ثم 4 الأوتاد شرقا أو غربا وهكذا على حسب الجهات الأربع. ثم 7 الأقطاب، وقد خالف في هذا السيد ابن عربي سماهم الأبدال، وغيرهم من الأولياء عموما يسمونهم الأقطاب 7. ثم 12 النجباء على اختلاف في التسمية. ثم 40 الأبدال. ثم من بعد 40 هناك من يجعل 70 كذلك عددا. ثم 314 عددا. ثم 124,000 ولي عددا كذلك. ولكن أهل الديوان الأكبر تحد هنا في 40 اللي هم يجتمعوا لكل أهل الأرض، هؤلاء الأكابر. أما البقية 124,000 ولي هؤلاء فهم مقسمون في سائر الأرض. هذا الديوان الأكبر، هذه إمارة المؤمنين كما كانت قديما أمير المؤمنين لكل الأرض، يعني كل المسلمين يعني. ثم هناك دويلات من هنا وهناك تنتمي إلى دولة الإسلام، هكذا. كل بلاد من بلاد الله سبحانه في الأرض لها ديوانها الخاص. الآن عندنا الديوان الأكبر، ثم هناك كل بلاد لها ديوانها. هذا الديوان له قطبه كذلك. وهنا يدخل شوية الخلط عند بعض، يعني لا سيما أصحاب المنامات من يأخذون المسألة لا بالرؤى. يقولك يعني رأيت في المنام فلان قالوا لي بأن سيدي فلان من الأولياء هو قطب الزمان، لعلهم يقصدون قطب أهل تلك البلد وليس قطب الحضرة كاملة، يعني مش قطب الزمان، قطب البلد التي هو فيها. بل يقسمون القطب إلى قطبين: قطب البلاد للسالكين وحدهم وللمجاذيب وحدهم. عندنا كذلك اصطلاح أن فلان هو قطب المجاذيب، يعني المجاذيب فاني عندهم سلكهم الخاص، يعني مش داخلين في إدارة السلك، يعني مش داخلين في العدد دون. نعم، لكل بلاد قطبها، ثم حتى لكل ولاية قطبها. وتبقى تقاسيم، هذه التقاسيم الإدارية في الدواوين واسعة، لا ما لها ضابط يعني معلوم لنجعله قاعدة. ولكن الذي هو قاعدة ونبني عليه في أصول التصوف ما هو؟ أن هناك ديوان كبير وهناك دواوين في كل بلاد. هنا نتوقف. ما نسميه الآن الديوان، ديوان الصالحين الأحياء منهم والأموات. عادة يقال الديوان الصالحين على الأحياء عادة. فإذا اجتمعت أنت مع أولياء أهل الزمان مثال، وقد يدخل الموتى من الأولياء في ديوان الأحياء يتصرفون كما هو الحال، يعني في الشيخ سيد عبد القادر قدس الله سره والأكابر، يعني الأقطاب يتدخلون حتى في ديوان كل زمان يعني. فإذا اجتمعت روحك بهم تسمى حضرة، ولكنها في اصطلاح أهل التصوف تسمى ديوان الصالحين، أي أن مسؤولين عن التصرف وعن شؤون الأحياء، يعني الناس الأحياء. هذا الديوان أو هذه الحضرة الصغرى هي خاصة بديوان أهل الأرض الأحياء، وتختلف بدرجات كذلك. يبدأ بالديوان الأكبر وهو ديوان الغوث ومن حوله من الدائرة الخاصة من رجال العدد. رجال ماذا يا سيادة؟ العدد. هؤلاء رجال العدد هم أكابر الأولياء، ابتداء من الغوث وهو قطب الأقطاب، قد يسمى قطب ولكن بشرط أن تقول قطب الأقطاب. ثم من عن يمينه وشماله اثنان وهما الإمامان.
ثم 4 الأوتاد شرقا غربا وهكذا على حسب الجهات ال4. ثم 7 الأقطاب، وقد خالف في هذا السيد ابن عربي سماهم الأبدال، وغيره من الأولياء عموما يسمونهم الأقطاب ال7. ثم 12 النجباء،